مفيش فايده. لو مفيش هدف واضح يبقى مفيش فايده. لازم وانت بتروح الجيم تبقى عارف انت عايز ايه بالظبط. هل يا ترى عايز تخس ولا عايز تبني عضلات ولا حكايتك ايه بالظبط؟ مفيش فايده. ولو هدفك مش واقعي يبقى برضه مفيش فايده. احوال انا عايز ابقى زي البيج رامي في شهرين، ده الصراحه كده يعني ما يخشش الدماغ. بس لو عايزه تكوني زي جورجينا في يومين اتنين بس ابعتيلي. هدفك لازم يكون واقعي ولازم تقدر تحققه على ارض الواقع، ومش معقوله برضه وزنك اللي كسبته وزدته كل السنين دي تيجي تخسه بس في اسبوعين. مفيش فايده. ولو الدايت بتاعك مش مظبوط يبقى برضه مفيش فايده. والدايت بتاعك بيتحدد بناء على هدفك. يعني ببساطه عايز تخس فبتعمل عجز سعرات، لكن عايز تزيد عضلات فبتاخد سعراتك وبتاخد البروتين بتاعك بكفايه. مفيش فايده. لو مش بتعمل بقى بروجريسيف اوفرلود يبقى برضه مفيش فايده. ما ينفعش يعني كل شويه تروح الجيم تلعب بنفس الاوزان بتجيب بيه نفس التكرارات ومستني يعني نتيجه مختلفه. لازم تغير من اسلوب تمرينك عشان خاطر تخلي جسمك يتطور. مفيش فايده. اما بقى لو ادائك مش مظبوط شاطر مفيش فايده. هو برضه مش كل اللي شال تقيل يبقى تقيل. لازم تبقى عارف ان الاداء السليم اهم بكتير جدا من انت شايل قد ايه، لان ده هيساعد فعلا ان العضله تشتغل بجد مش الواضح عليها يعني ان هي شغاله، وكمان هيقلل لك من الاصابات. مفيش فايده. ولو برنامج التدريب بتاعك غلط يبقى برضه مفيش فايده، لان كل واحد ليه برنامج التدريبي المناسب ليه. يعني مثلا اللي عايز ضخامه عضليه فده ليها تمارين وتركيبه مختلفه، اما اللي عايز يزود القوه بتاعته فدي ليها تمارين مختلفه تماما. اما حرق الدهون لازم احط الاثنين تمارين مقاومه مع كارديو. مفيش فايده. ولو مفيش تراكنج يبقى برضه مفيش فايده. لازم دايما ابقى بسجل انا جبت قد ايه اوزان وشلت قد ايه، وكمان حتى وقت نومك، لان لو مفيش تراكنج هتعرف ازاي اصلا انك اتطورت. التراكنج بيخليك تشوف التطور بعينك. ولو برضه مش بتنام كفايه يبقى برضه مفيش فايده. النوم القليل مش بس بيبوظ الهرمونات، ده كمان بيبطئ الحرق وبيقلل القوه. جسمنا محتاج من 6 ل 8 ساعات نوم عشان خاطر يكبر ويتطور. في النهايه انا عايز اقول لك ان التغيير فعلا مش حاجه سهله، بس لو غيرت نص الحاجات دي هتلاقي التطور بان عليك جدا. ابدا من النهارده وغير عاده واحده بس وهتشوف الفرق في جسمك، وادعيلي.